وليداتي، واش عمركم بكيتوا على حاجة تعطلات عليكم؟ وظيفة، زواج، سفر، وبعد مدة لقيتوا أن داك الباب اللي تسد كان رحمة من الرحمن. اليوم غادي نقولوا كلمة زمان اللي ما مفهمينهاش. كل تأخيرة فيها خيرة. وغادي نقول لكم علاش هاد التعطيلة مرات كتكون أحسن هدية في الحياة. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ببنياتي ووليداتي في أول جلسة من جلساتنا اللي غادي نحلو فيها كتاب زمان ونقراو ما بين سطورو. اليوم اختارت لكم واحد المثال كنقولوه بزاف وحافظينه عن ظهر قلب، ولكن قليل اللي كيحس بحلاوته فاش كتزير عليه الوقت. المثال كيقول كل تأخيرة فيها خيرة. شحال من مرة تعطلت عليك شي حاجة كنتي باغيها تطير؟ خدمة، زواج، سفر، وتقلق قلبك وضاق خاطرك. اليوم غادي نفهموا علاش ناس زمان قالوا هاد الكلام، وكيفاش هاد التعطيلة تقدر تكون هي أجمل هدية من عند الله. هاد المثال وليدي ما جاش من قصة وحدة محددة في التاريخ بحال شي أمثال أخرى. هاد المثال خرج من مدرسة الحياة ومن عمق الإيمان ديال جدودنا. ناس زمان كانوا ناس كيتوكلوا على الله حق التوكل. كانوا عايشين فلاحين، تجار صغار، بحارة. حياتهم كانت مرتبطة بالسماء وبالقدر. شافوا بعينيهم وعاشوا بتجاربهم أن بزاف د المرات الإنسان كيبغي شي حاجة وكيجري موراها، وملي كتعكس ليه أو كتعطل كيحس بالظلم. ولكن مع مرور الأيام كيكتشف أن ديك الحاجة لو كانت جات في داك الوقت كانت غتجيب معها المصايب، أو كانت غتحرمو من شي حاجة ما حسن. تقال هاد المثال باش يبرد على القلب المحروق، وباش يفكر الإنسان أن تدبير الله حسن من تدبير العبد. هو خلاصة ديال تجارب أجيال آمنت باللي الخير فيما اختاره الله. ولكن سمعوني مزيان، راه بزاف كيفهموا هاد المثال بالمقلوب. كل تأخيرة فيها خيرة ماشي معناها التكاسل ولا أنك تجلس في دارك وتقول اللي فيها الخير غتجي. لا وليدي، هذاك سميتو العجز. المعنى الحقيقي هو انت دير السبب وجري وسعى وخدم على راسك، ولكن إلا وصلتي للباب ولقيتيه مسدود أو لقيتي الساروت معكس، هنا فين خاصك تستحضر هذا المثل. هنا فين خاصك ترضى وتقول يا ربي أنا درت جهدي والكمال عليك، وأكيد هاد التعطيلة وراها شي حكمة أنا ما شايفهاش دابا. وباش هاد الكلام يدخل العقل والقلب غادي نعاود لكم حكاية من الواقع، حكاية كتشبه لبزاف د الحكايات اللي كنعيشوها. هادي حكاية واحد الشاب سميتو يوسف. يوسف كان حلم حياته يكمل قرايته في واحد البلاد أوروبية. وجد ورقو، دفع الجامعة وتقبل. الفرحة ما كانتش سايعاه، بقى ليه هير الفيزا ويشد الطريق. دفع الفيزا وبقى كيتسنى سيمانة، جوج، شهر. صحابو اللي دفعوا معاه كلهم خرجوا ليهم وراقهم وسافروا، إلا هو تعطلات ليه الفيزا بلا سبب واضح. يوسف دخل في واحد الحالة ديال الاكتئاب، حس باللي مستقبله ضاع وباللي الدنيا ظلماتو. كان كيقول علاش غير أنا يا ربي؟ والديه مساكن كانوا كيقولوا ليه أوليدي كل تأخيرة فيها خيرة، ولكن هو كان كيشوفها غير هضرة خاوية باش يسكتوه. دازت 4 شهور ويوسف جالس في المغرب مقلق. في ديك الفترة واحد الشركة كبيرة هنا في المغرب كانت محتاجة لواحد التخصص قليل، هو نيت التخصص ديال يوسف. دفع ليهم غير باش يعمر الوقت وصافي. المفاجأة أنهم عيطوا ليه ودوز انتروتيان، يعني مقابلة، وعجبهم بزاف حيت كان متفوق. قبلوه بواحد الصالير ما كانش كيحلم بيه حتى إلا سافر للخارج، وزيدون بقى حدا والديه وفي بلادو معزز مكرم. وملي دازت الأيام وتواصل مع صحابه اللي سافروا، لقاهم كيعانيوا، الغربة قاصحة والمستوى ديال الدراسة ما كانش كيف ما تخيلوا، وبزاف منهم ندموا. ديك الساعة عاد فهم يوسف ديك التعطيلة ديال الفيزا اللي بكاتو دم كانت هي الخيرة اللي احترماتو.
ربي سد عليه باب ديال الغربة والمجهول باش يحل ليه باب ديال الرزق والاستقرار في بلاده. شفتوا وليداتي؟ كون ما تعطلاتش الفيزا، كون راه يوسف دابا تايه في بلاد الناس. هادشي علاش المرة الجاية إلا تعكسات لكم شي حاجة ولا طالت المدة في شي رجاء، ما تقنطوش من رحمة الله، تنفسوا مزيان وقولوا بقلب مطمئن الحمد لله، كل تأخيرة فيها خيرة. إيوا هادي كانت حكايتنا اليوم. وانتوما عمرها تعطلات عليكم شي حاجة وتقلقتوا ومن بعد لقيتوا فيها الخير؟ شاركوا معايا قصصكم في التعاليق، كنبغي نقراهم. نتلاقاو في الحلقة الجاية مع مثل جديد وحكاية جديدة من قاع الخابية. الله يعاونكم.